صلى الله على سيدنا محمد. صلوا على سيدنا محمد والآل ذوي الذكر الأمجد، بصفات المحمود تعبد كي تصبح إنسان محمد. أدبه الله ورباه ليعم الأكوان ضياه، ربي في المنزل زكاه ما أعظم أخلاق محمد. إن شئت يا صاحي أن تحمد فتمثل بهداه لتسعد، بصفات المحمود تعبد كي تصبح إنسان محمد. أشعار المقدمة سعد القليعي. إنشاد محمود الثلاثي. إنسان محمد صلى الله على سيدنا محمد. تشرف به معكم أمنية الإبيات. مستمعي الكرام، أبدأ وإياكم ببسم الله الحنان المنان، ونسلم جميعا بالصلاة والحب والسلام على من أنزل عليه القرآن سيدنا محمد وآله الكرام. بداية أرحب بضيفي الكريم الباحث الإسلامي دكتور موسى العسكري. دكتور موسى، أهلا بك. أهلا بكم ومرحبا. الخصائص النبوية هي كل ما اختص الله به سبحانه وتعالى نبيه الكريم دون باقي الخلق ودون باقي الرسل والأنبياء. دكتور موسى، نتحدث اليوم عن الخصائص الذاتية، وهي الخصائص التي اختص الله بها سبحانه وتعالى ذات النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وأبدأ معك بأخذ الميثاق. في حديث أبي هريرة قال صلى الله عليه وآله وسلم: فضلت على الأنبياء ب6، أعطيت جوامع الكلم، ونصرت بالرعب، وأحلت لي الغنائم، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، وأرسلت إلى الخلق كافة، وختم بي النبيون. فهذا الميثاق هو الذي أخذه الله سبحانه وتعالى على كل الرسل والأنبياء الذين سبقوا النبي الكريم بأنهم يبشروا به صلى الله عليه وآله وسلم، ويبايعونه ويؤمنوا به وينصرونه إذا ما لحقوا به. وهذه الخاصية اختص الله بها النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم دون غيره. ما دلالة هذه في تقييم منزلة النبي الكريم عند الله سبحانه وتعالى وعند أمته؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رحمة الله للعالمين سيدنا محمد الرسول الخاتم للإسلام والزعيم الجامع للمسلمين، على والديه وآله وأصحابه وأحبائه في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله، آمين. بداية ننوه إلى أن الخصائص النبوية والكمالات المحمدية من أعظم وأكبر وأوسع الأبواب التي يستطيع المسلم من خلالها أن يتلمس ويستدل على العقيدة الصحيحة السليمة في شخصه الشريف صلى الله عليه وآله وسلم. فهي تنطق بلسان فصيح بأنه صلى الله عليه وآله وسلم حقا وصدقا ويقينا هو الكامل المكمل الطاهر المطهر الصادق المصدوق، الذي لا ينطق عن الهوى، الموجود حيا في وجدان إنسانه ووجود أمته، ليضيء حياة كل واحد فيهم على تعاقب أجيالهم بنور سراجه المنير صلى الله عليه وآله وسلم. في الحقيقة الخصائص المحمدية دليل على تفرد ذاته المحمدية صلى الله عليه وآله وسلم عن كافة الذوات البشرية، بل عن كافة ما خلق الله جل علاه في أرضه وسماه. إذا كنا نتحدث عن أن من بين الخصائص المحمدية اختصاصه صلى الله عليه وآله وسلم بأخذ الميثاق له، بأخذ الله له الميثاق من النبيين، وكان هذا من قبل الأزل، يعني من قبل الأزل أخذ الله له الميثاق
من النبيين والمرسلين. وفي الحقيقة هناك ميثاقان أكدت آيات القرآن عليهما. الميثاق الأول ميثاق التشريف، والميثاق الثاني ميثاق التكليف. ما معنى ميثاق التشريف وأين نراه في القرآن؟ وما معنى ميثاق التكليف وأين نجده في القرآن؟ ميثاق التشريف نراه في قول الله جل وعلا خطابا له عليه صلوات الله من سورة الأحزاب: وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا. هنا نلاحظ أن الله جل جلاله بدأ بنبينا قبل الأنبياء، على الرغم من أنه صلى الله عليه وآله وسلم خاتم النبيين، ولكن مع هذا بدأ به قبلهم ليؤكد على رفعته صلى الله عليه وآله وسلم وفضله عليهم. ثم نلاحظ أن الله حين ختم الآية قال وأخذنا منهم، ولم يقل أخذنا منكم، إشارة واضحة إلى أن الميثاق ما أخذ إلا من النبيين لسيدهم صلى الله عليه وآله وسلم وإمامهم. ولكن ما طبيعة هذا الميثاق؟ قلنا أنه ميثاق التشريف، بمعنى أنه صلى الله عليه وآله وسلم هو أول النبيين تشريفا بالنبوة، يعني أول ما شرف الله جل جلال الله بالنبوة شرف بها سيدنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهناك أحاديث نبوية كثيرة أكد فيها صلى الله عليه وآله وسلم على هذا المعنى. يقول صلى الله عليه وآله وسلم: نبئت وآدم بين الماء والطين. وهذا هو الإنباء الثاني. وهناك إنباء أول أشار إليه صلوات الله عليه في قوله الشريف: نبئت وآدم منجدل في طينته. هنا سؤال: ما الفرق بين الإنباء الأول والإنباء الثاني؟ الإنباء الأول هو أن يعبد صلى الله عليه وآله وسلم ربه مخلصا له الدين، وأن يكون أول المسلمين. وفي هذا جاء قوله جل وعلا خطابا له عليه صلوات الله من سورة الزمر: قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين وأمرت لأن أكون أول المسلمين. كما جاء قوله جل وعلا خطابا له عليه صلوات الله من سورة الزخرف: قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين. إذن هو صلى الله عليه وآله وسلم نبينا صلى الله على نبينا هو وهو وحده أول المسلمين وأول العابدين. ثم من بعد ذلك جاء ميثاق التشريف كما رأينا في سورة الأحزاب، ثم بعد ذلك جاء ميثاق التكليف، وجاء النص عليه في قوله تعالى من سورة آل عمران: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولا تنصرن قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. إن الله يأخذ الميثاق من النبيين له صلى الله عليه وآله وسلم، يأمرهم في هذا الميثاق وبهذا الميثاق أن يؤمنوا بسيدنا محمد وينصروا سيدنا محمد، وفي نفس الوقت أخذ عليهم ذات الميثاق أن يأخذوه هم على أقوامهم المصدقين برسالتهم. وهنا نرى ملمحا في غاية الأهمية، وهو أن كافة الأنبياء والمرسلين على اختلاف درجاتهم ومنازلهم على اعتقاد متين وإعقال متين بأن سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم هو ولا شك سيدهم وإمامهم ورسولهم ونبيهم، وأن صحة إسلامهم رهينة مشروطة بالالتزام بهذا الميثاق الذي أخذه الله عليهم وسطره في قرآن يتعبد به إلى يوم القيامة. نعم. دكتور موسى، هل نستطيع القول أن بيعة الرسل للنبي الكريم في المسجد الأقصى قبل المعراج هل كانت تأكيدا على هذا الميثاق أو الميثاق بشكل مباشر بين النبي الكريم وبين جميع الأنبياء عندما كان إمامهم في المسجد الأقصى؟ لا شك ولا ريب أن مجيء الأنبياء والمرسلين واجتماعهم في بيت المقدس ليلة الإسراء والمعراج ووقوفهم جميعا على أقدامهم ليكونوا في شرف استقباله صلى الله عليه وآله وسلم، ثم تشرفهم بالسلام عليه صلى الله عليه وآله وسلم بسلام البيعة، ثم بصلاتهم من خلفه عليه الصلاة والسلام وتأمينهم على دعائه الشريف صلى الله عليه وآله وسلم وائتمارهم بأمره وانتهائهم بنهيه، ترجمة عملية وتطبيق عملي لذلك الميثاق الذي أخذ عليهم من الأزل بفرضية ووجوب الإيمان به ونصرته صلى الله عليه وآله وسلم. يا ربنا صل وسلم دائما على حبيبك من إليك دعانا. هذا وقد نشر الإله نعوته
في الكتب بينها لنا تبيانا. أخذ ميثاق النبيين لما آتيتكم من حكمة إحسانا. وجاءكم رسولنا لتؤمنن وتنصرون وتصبحون أعوانا. قد بشروا أقوامهم بالمصطفى أعظم بذلك رتبة ومكانا. فهو وإن جاء الأخير مقدم يمشون تحت لواء من يدان. يا أمة الإسلام أول شافع ومشفع أنا قط لا أتوالى. حتى أنادى ارفع وسل تعطى وقل يسمع لقولك نجم فخرك بان. ولواء حمد الله جل بيدي ولأولا آتي أنا الجنان. وأكرم الخلق على الله أنا فلقد حباك الله منه حنانا. ولسوف يعطيك فترضى جل من معط تقاصر عن عطاء نهانا. بالله كرس ذكر وصف محمد فيما تزيح عن القلوب الرانا. يا رب صل وسلم دائما على حبيبك من إليك دعانا. إنسان محمد صلى الله على سيدنا محمد. ننتقل أيضا إلى خاصية أخرى، وهي هذه الخاصية لم تكن إلا للنبي الكريم عندما أراد الله سبحانه وتعالى أن يزيده رفعة وعلوا، فقارن الله سبحانه وتعالى اسم النبي الكريم مع اسمه جل جلاله، فلا يذكر بالوحدانية إلا وذكرت معه الرسالة المحمدية في الشهادة ومع كل ارتفاع لأذان الحق والأذان بالصلاة. نعم، مكانة ومكان وقدر وقدرة لنبينا صلى الله على نبينا أجل من أن توصف وأكبر من أن يعبر عنها بلسان. يكفي أن الله جل جلاله كما تفضلت قرن اسمه الشريف صلى الله عليه وآله وسلم باسمه الأزلي الأبدي في قولة الإسلام أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله، وفي قولة الإيمان لا إله إلا الله محمد رسول الله. ومن قبل الأزل كتبها بقلم قدرته على ساق عرشه لا إله إلا الله محمد رسول الله. وهذا كان سببا أصيلا في استدلال نبي الله آدم على مكان ومكانة سيدنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم حين وقع في المحظور بالأكل من الشجرة. اعتصرته وزوجه الندامة، فجعل يبحث هنا وهناك عن سبيل للتوبة وطريق للمغفرة، فلم يرى ولم يعرف إلا التوسل والاستغاثة بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم. تذكر أن الله حين خلقه وجعله بشرا سويا يسمع ويرى ينطق ويعقل أوقفه عند أحد قوائم العرش العظيم، فرأى مكتوبا في ذلك المكان لا إله إلا الله محمد رسول الله، فعلى الفور وفي التو واللحظة جعل يتوسل ويتشفع إلى الله جل علاه بجاه المصطفى المجتبى محمد رسول الله عليه صلوات الله، فكانت التوبة وكانت المغفرة. وهذه هي الكلمات التي تلقاها آدم من ربه والتي عناها الله بقوله من سورة البقرة فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. وفي هذا يقول صلى الله عليه وآله وسلم، والحديث أخرجه الحاكم في مستدركه عن سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه، لما ارتكب آدم الخطيئة قال اللهم بحق محمد إلا غفرت لي. قال الله وكيف عرفت محمدا يا آدم؟ قال إنك لما خلقتني بيدك ونفخت في من روحك رفعت رأسي فرأيت على العرش مكتوبا لا إله إلا الله محمد رسول الله، فعلمت أنك لم تضف إلى اسمك إلا أحب الخلق إليك، فقال الله صدقت يا آدم ولولا محمد ما خلقتك. اقتران الاسم الشريف اسم النبوة محمد باسم الجلالة الله فيه دلالات وإشارات نحن كأمة محمدية في مسيس الحاجة إلى الوقوف على أنوارها وأسرارها، لأنها أيضا تدلنا
على العقيدة النقية الطاهرة في شخصه الشريف صلى الله عليه وآله وسلم. يعني يكفي أن نفهم ونعلم أن في اقتران الاسم الشريف اسم النبوة محمد باسم الجلالة الله الإشارة الواضحة إلى نهاية الحب وغاية القرب ومنتهى الصلة والوصال والاتصال وبالغ التكريم والتعظيم الإلهي للجناب النبوي لا إله إلا الله محمد رسول الله. وهذا نراه واضحا في الآية الشريفة: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وفي هذا السياق إذا كنا نتحدث عن أن من بين خصائص نبينا صلى الله على نبينا اقتران اسمه الشريف باسم ربه الأزلي الأبدي، ففي هذا أيضا التأكيد على أن العقيدة الإسلامية ركنان متصلان مقترنان لا يصح ولا يقبل بحال فصل أحدهما عن الآخر. لا إله إلا الله محمد رسول الله. إذا حتى تصح وتسلم عقيدتنا وهي دين الإسلام لا يكفي أن تكون صحيحة سليمة في الله جل جلال الله، بل لابد أيضا أن تكون صحيحة سليمة في محمد رسول الله عليه صلوات الله. دكتور موسى، اسمح لي، أثبت علماء الوقت والفلك أن مع دورة الوقت أثبتوا أن مقدار الأذان 4 دقائق، هكذا هم قاسوا مدة الأذان، فهم قالوا أن هذا الأذان لا ينقطع عن الكرة الأرضية. نعم، هذا مصداق لقول الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله. وكذا الآية الشريفة: بسم الله الرحمن الرحيم: ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك. فلا يذكر الله إلا ويذكر نبينا صلى الله على نبينا معه في قولة الإسلام وفي قولة الإيمان. بل إن الصلوات الخمس وهي التي نتعبد إلى الله بها، صلة العابد بالمعبود، صلة المخلوق بالخالق، لا تصح ولا تقبل إلا إذا توجه المسلم فيها بالسلام والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ففي التشهد يقول كل مسلم: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. وفي ختام التشهد يصلي على سيدنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته الأطهار. والإجماع كلمة واحدة وعند كافة فقهاء المذاهب السلفية أن من ركع وسجد وقام وقعد بين يدي الله جل جلال الله ولم يتوجه بالسلام إلى رسول الله ولم يصلي على رسول الله فصلاته باطلة ويجب عليه أن يعيدها من جديد. إذا دكتور موسى، كنت أريد أن أنطلق من ما توصل إليه العلماء، وهي أن الأذان لا ينقطع عن الكرة الأرضية أبدا. فقد علم الله سبحانه وتعالى بعلمه القديم أن هذا الإسلام وهذا الأذان وهذه الشهادة ستكون في هذا الكون إلى أن يرث الله الأرض ومن عليه. إذا فهل نستطيع أن نقول أن الله سبحانه وتعالى وهو الباقي لا نهاية له أن يقرن اسم مع اسمه لاسم سيفنى، أو هو اسم يبقى فترة ويفنى فترة، أم يقرن مع اسمه الباقي دوما هو اسم لذات أيضا هي كائنة حتى ولو بفترة ما؟ نعم، بارك الله فيك، وملمح طيب وإشارة في غاية الأهمية. حينما ننظر بتأمل في آيات القرآن الكريم المعصوم نجد أن الله جل جلال الله لم يذكر رسول الله عليه صلوات الله إلا مقترنا به. يعني ذكر رسول الله دائما أبدا مقترن بذكر الله سبحانه وتعالى، والآيات أجل من أن تحصى. ويكفي أن الله سبحانه وتعالى يقول: بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة. وبعدها بآيتين: ومن يقنط منكن لله ورسوله. وبعدها بآيات: وأطعنا الله ورسوله. وبعدها بآيات من نفس السورة: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. ثم بعدها أيضا بآيات: إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة. وهكذا تجد مئات الآيات القرآنية لا يذكر فيها الله إلا ومعه رسول الله، لا يذكر رسول الله إلا مقترنا بذكر الله سبحانه وتعالى. وهذا تأكيد كما قلنا في البداية على أن العقيدة هي الله الواحد الأحد وسيدنا محمد الوحيد الأوحد. اللهم صل وسلم، اللهم صل وبارك، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد
عبدك المختار خيرة الأخيار محراب الأبرار وقبلة الأنظار عبدك المختار خيرة الأخيار محراب الأبرار وقبلة الأنظار اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. إنسان محمد صلى الله على سيدنا محمد. اختص الله سبحانه وتعالى أيضا الرسول الكريم صلى الله عليه وآله وسلم سيدنا محمد بأن جعله خاتم النبيين، وهو أرسله للخلق كافة. أوضح الله سبحانه وتعالى لنا في القرآن الكريم نبأ الأنبياء والرسل من قبل سيدنا محمد بأنهم كانوا يبعثون في قومهم وبلغتهم وفي زمن محدد ولقوم في منطقة محددة وبلغة محددة. أما النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم فقد أرسله لكافة الخلق. ويقول الإمام الرازي أن العالم هو كل ما سوى الله سبحانه وتعالى، يعني لا نستطيع أن نقول دكتور موسى أنه أرسله للناس فقط أم أنه أرسله للجن فقط، ولكن كل ما سوى الله سبحانه وتعالى هو عالم. وقال سبحانه وتعالى إنا أرسلناك للعالمين أو كافة للعالمين. هذا أمر أكدت عليه الآيات القرآنية والأقوال النبوية، وفي التأكيد عليه الدليل الأعظم والبرهان الأكبر على أن نبينا صلى الله على نبينا حقا وصدقا ويقينا هو إمام وسيد جميع الأنبياء والمرسلين على اختلاف درجاتهم ومنازلهم. فالله حين يقول من سورة سبأ وما أرسلناك إلا كافة للناس لم يعني الناس الذين كانوا منذ بعثته إلى قيام الساعة فقط، إنما على الناس كل الناس من لدن آدم إلى قيام الساعة. كذلك الله حين يقول على لسانه الشريف قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا أيضا تتضمن نفس المعنى وتحمل نفس الدلالة. ثم جاء التأكيد أكثر وأكثر على هذه الحقيقة، حقيقة كونه صلى الله عليه وسلم هو رسول الله لكل العالمين إنسا وجنا وملائكة وجمادات ونباتات وحيوانات وكافة ما خلق الله في أرضه وسماه، بالآية الشريفة التي صدر الله بها سورة الفرقان حين يقول بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. وقد تفضلت أنت منذ قليل ولعلها في الحلقة الماضية بحديثه الشريف صلى الله عليه وسلم الذي يقول فيه فضلت على الأنبياء ب5 وفي رواية ب6 ومن بينها وكان النبي يرسل إلى قومه خاصة وأرسلت إلى الخلق كافة وختم بي النبيون. دكتور بوسى، هل لنا أن نستدل بما يؤكد استماع الجن وعلمهم بأن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم قد أرسل إليهم وأنهم استمعوا إلى هذه الرسالة واستمعوا إلى هذا القرآن الكريم؟ نعم، أمر أكده القرآن وأنزل في هذا سورة كاملة اسمها باسم سورة الجن وصدرها بقوله بسم الله الرحمن الرحيم على لسانه الشريف قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا. وليس الجن فقط هم من أمروا وكلفوا من الله سبحانه وتعالى بالإيمان بسيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، بل أننا نرى الخلق كل الخلق في الآية الشريفة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وأتمنى أن أقف قليلا عند قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا بعد أن أكد الله على صلاته الأزلية الأبدية على سيدنا النبي، وبعد أن أكد على صلاة ملائكته وكافة الملائكة من قبل الأزل إلى أبد الأبد على سيدنا النبي، أمر سبحانه وتعالى وبصيغة الأمر كافة المؤمنين بالانشغال دائما أبدا بالصلاة والسلام عليه في قوله يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. حين يقول الله يا أيها الذين آمنوا لم يعني الذين آمنوا به صلى الله عليه وسلم منذ بعثته إلى قيام الساعة فقط، كما لم يعني المؤمنين كل المؤمنين من نشأة الدنيا إلى نهايتها فقط، كما لم يعني المكلفين من الجن والإنس فقط، إنما عنى كل من سبح بحمد الله. كل من سبح بحمد الله رب العالمين فهو معني بهذا الأمر الإلهي مأمور بالصلاة والسلام دائما أبدا على رحمة الله للعالمين. والدليل على هذا الآية في سورة الإسراء
يعني حين يقول الله وإن من شيء إلا يسبح بحمده، تسبيح الأشياء كل الأشياء بحمد الله دليل على إيمانها بالله، والإيمان بالله يستوجب ويستلزم بالضرورة الإيمان برسول الله، لأن الإيمان بالله فقط لا يكفي، بل لابد أن يأتي الإيمان بالله مقترنا بالإيمان برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك جعل الله طاعة رسول الله عليه صلوات الله عين طاعته، من يطع الرسول فقد أطاع الله. جعل مبايعة رسول الله عين مبايعته، إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله. جعل محبة رسول الله عين محبته، حين يقول قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وآيات كثيرة تؤكد على أنه لا يصح إطلاقا الفصل أو التفريق بين الله ورسوله، أنه كما قلنا الإيمان بالله ورسوله، والعقيدة هي لا إله إلا الله محمد رسول الله. نعم، إذا فكل من آمن بالله هو عليه أن يؤمن برسول الله، سواء كان بشر أو جن أو شجر أو جماد أو حيوان أو ملائكة، كل الخلق التي خلق الله سبحانه وتعالى ما علمنا منها وما لم نعلم. نعم، وكثيرا ما كانت الأشجار والأحجار تأتي إليه صلوات الله عليه وتسلم عليه، وكثيرا ما كانت الحيوانات من الجمال والأغنام تأتي إليه صلوات الله عليه فتشكو إليه، وهذا دليل على إيمانها به ومعرفتها به صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم يا عالم ما في البر والبحر، يا محتفظ لنفسك بالنفع والضر، صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، نبينا الذي سجدت له الأشجار في القبر، وعلى آله وصحبه وسلم. إنسان محمد صلى الله على سيدنا محمد. إذا نأتي إلى الخاصية الأخيرة معنا في هذه الحلقة، وهي يعني بعد أن قوصنا ما بين ميثاق الأنبياء للنبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم واقتران اسمه الشريف مع اسم الجلالة، وأنه رسول لكل الخلق وخاتم النبيين، نقف دكتور موسى عند منزلة النبي الكريم سيدنا محمد عند الله سبحانه وتعالى. ففي حين أن الله سبحانه وتعالى جعل سيدنا آدم عليه السلام هو خليفته، وجعل سيدنا إبراهيم عليه السلام خليله، وجعل سيدنا موسى عليه السلام كليمه، وجعل سيدنا عيسى هو كلمته وروحه التي ألقاها إلى سيدتنا مريم عليه السلام، جعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم في منزلة الحبيب. أين تجيء المنزلة للحبيب بين هذه المنازل للأنبياء الذين ذكرناهم؟ نعم، بلا شك ولا ريب نبينا صلى الله على نبينا هو وهو وحده أحب خلق الله إلى الله، وأقرب خلق الله لدى الله، وأعز وأكرم وأغلى خلق الله على الله. لا جاه يعلو جاه، ولا مقام يرقى إلى مقامه، وكل الخلائق علوية كانت أو سفلية تحت رايته الشريفة صلى الله عليه وآله وسلم. ولعلنا نرى هذا واضحا في هذا الحديث النبوي الشريف الذي أخرجه الإمام الترمذي عن سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: جلس صحابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوما يتذاكرون فضائل الأنبياء، فقال أحدهم: إن آدم خليفة الله، وقال الثاني: وإبراهيم خليل الله، وقال الثالث: وموسى كليم الله، وقال الرابع: وعيسى كلمة الله. ثم قالوا جميعا في دهشة: فما بال صاحبنا؟ يعني أين نبينا بين هذه الدرجات وهذه المنازل؟ فدخل عليهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقد علم ما تحدثوا فيه، فقال لهم ولنا وللأمة جيلا من بعد جيل: نعم، قلتم إن آدم خليفة الله وهذا حق، وإبراهيم خليل الله وهذا حق، وموسى كليم الله وهذا حق، وعيسى كلمة الله وهذا حق. أما أنا فأنا حبيب الله ولا فخر، وأنا سيد ولد آدم ولا فخر، وأنا خطيب الأنبياء يوم القيامة ولا فخر، وأنا حامل لواء الحمد يوم القيامة ولا فخر، وأنا أول من يدخل الجنة يوم القيامة، ومعي فقراء المؤمنين ولا فخر. آدم فمن دونه تحت لواء يوم القيامة. اختصاصه صلى الله عليه وآله وسلم
باسم الحبيب واضح كل الوضوح في الآية: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. لم يصلي الله على أحد إلا على النبي الوحيد الأوحد، ولم يأمر الملائكة والخلق جميعا أن يصلوا على أحد إلا على النبي الوحيد الأوحد، كما أنه لم يقرن اسم مخلوق باسمه الأزلي الأبدي إلا اسم سيدنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ومن هنا جاءت الكثير من الأحاديث النبوية الشريفة التي تؤكد على اختصاصه صلى الله عليه وآله وسلم باسم الحبيب. فمنها ما ذكره الإمام السيوطي في كتابه الخصائص الكبرى، والإمام القسطلاني في كتابه المواهب اللدنية، وقال أخرج الرواية الإمام ابن عساكر، وفيها يقول صلى الله عليه وآله وسلم: جاءني جبريل فقال يا رسول الله إن الله يقرئك السلام ويقول لك إن كنت اتخذت إبراهيم خليلا فقد اتخذتك حبيبا، وما خلقت خلقا أكرم علي منك، وما خلقت الدنيا وأهلها إلا لأعرفهم كرامتك ومنزلتك عندي، ولولاك ما خلقت الدنيا. ثم يأتي قوله الشريف صلى الله عليه وآله وسلم الذي يملأ الوجدان بمشاعر الإعظام والإجلال لسيادته عليه الصلاة والسلام: أنا حبيب الله والمصلي علي حبيبي، فمن أحب أن يكون محبا للحبيب فليكثر من الصلاة على الحبيب. إذا ذكر الخليل فذا حبيب عليه الله في القرآن أثنى. وإن ذكروا نجي الطور فاذكر نجي العرش مفتقرا لتغنى. فإن الله كلم ذاك وحيا وكلم ذا مخاطبة وأثنى. ولو قابلت لفظة لن تراني لما كذب الفؤاد فهمت معنى. فموسى خر مغشيا عليه، وأحمد لم يكن ليزيغ ذهنا. وإن ذكروا سليمان بملك فحاز به الكنوز وقد عرضنا. فبطحاء مكة ذهبا أباها، يبيد الملك واللذات تفنى. وإن يك درع داود لبوسا يقيه من اتقاء البأس حسنا. فدرع محمد القرآن لما تلا والله يعصمك اطمأنا. وأغرق قومه في الأرض نوح بدعوة لا تذر أحدا فأفرق. ودعوة أحمد رب بقومي فهم لا يعلمون كما علمنا. وكل المرسلين يقول نفسي وأحمد أمتي أنت وجنة. وكل الأنبياء بدور هدى وأنت الشمس أكملهم وأهدى. وكل الأنبياء بدور هدى وأنت الشمس أكملهم وأهدى. إنسان محمد صلى الله على سيدنا محمد. بهذا الحب، ونتمنى جميعا أن نكون من أحباب الحبيب ومن المحببين الله سبحانه وتعالى من خلال حبنا لنبينا صلى الله عليه وآله وسلم. بهذا الختام أشكر ضيفي الكريم دكتور موسى العسكري الباحث الإسلامي. دكتور موسى شكرا جزيلا. بارك الله فيك وجزاك الله خيرا. وفي الجمعة القادمة إذن جديد بلقاء جديد في صحبة إنسان محمد صلى الله على سيدنا محمد. الأداء الشعري أمنية الجبياري والسيد السرساوي.
صوت العرب من القاهرة.